اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنيه سلامه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال. جايه النهارده معاكم نتخلص من حيره الحمام الكذاب. عايزين نعمله، طب مش لاقيين حد يخلي الوراك. عندنا وراك مش عارفين نخليها، وديناها عند المحل الفراخ يخليها، قطعها وبهدلها، مش عارفين نحشيها ونلفها ازاي ونعملها ازاي. هننسى كل ده وهنعمل النهارده احلى حمام كذاب. مفيش اسهل ولا ابسط منه. هنعمله بطريقه سهله وبسيطه، وتحتيه كده فرشه من الخضار جباره. بس قبل ما نبدا الفيديو احب افكركم انا امنيه ودي قناتي، ولو دي اول مره بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديده. يلا بينا نبدا ونشوف هنعمل احلى حمام كذاب. مش كداب بقى، خلاص بقى مؤدب وما عادش هيكدب تاني. هنعمل ايه؟ جبت بصلايه فرمتها فرم خشن مع قرن فلفل حامي، بيبقى حلو جدا جدا وما بيخليش الاكل حراق، ما تخافوش. هنبهر البصلايه وقرن الفلفل الحامي دول بايه؟ ملح وفلفل. وايه كمان؟ انا بحب اطحن، يكون عندي كده ورق لوري وحبهان اللي هي الكبيبه الصيني مع بعض، بيدوا طعم حلو جدا في تتبيله اي طيور. ملح وفلفل وخلطه البهارات دي وحبه زيت، وفركت البصلايه. وكنت جايبه الوراك غسلاها كده ومصفياها، وشايله اللي هي الكلوه او التجمع الدموي اللي بيكون ورا ده اللي بيعمل ريحه زفاره، ومخلياهم زي الفل. هنغسل طيورنا باي حاجه بنحبها ما عدا الخل. الخل بيهر الطيور، بيظهر الزفاره وبيثبتها. البصلايه الحلوه كده من تحت الجلد كده، وكنت عامله فتحات في اللحم. اهم حاجه نحافظ على الجلد ما يتقطعش، ويكون الجلد كده بحاله وسليم، لان احنا هنحتاجه كده من تحت الجلد واللحم والعظم. وهتبل كده الفراخ بتاعتنا بالبصلايه قرن فلفل حامي والبهارات اللي احنا اتفقنا عليهم، ملح وفلفل وحبهان ورق لوري وكبيبه صيني مطحونين مع بعض، بيدوا طعم حلو جدا. ودول انا عندي لو انا حشو الفراخ التتبيله دي بالنسبه لي كفايه، مش هنحتاج اكتر من كده. بتدي تطعيمه حلوه جدا جدا، مفيش اي ريحه زفاره من مطرح الحبهان واللوري، وتبقى حلوه. سبتها كده على جنب تتبل، ويلا نعمل الرز. في حله او مقلايه، اي حاجه نعمل فيها الرز. حطيت معلقه من السمنه، حطيت شويه من الزيت، وحطيت معلقه اكل من السكر على نار هاديه. هسيب السكر بتاعي يتكرمل زي ما انتم شايفين. وكنت غاسله الرز ومصفيه، مش هننقعه، انا بغسله وبصفيه. نزلت بالرز المغسول ومتصفي على معلقه السكر المتكرمل. هقلب كل ده كده مع بعضه لحد ما الرز بتاعنا ياخد اللون البني الفاتح خالص او الذهبي الفاتح، ويتغلف كله باللون بتاع السكر المكرمل. وكنت مبقيه شويه بصل اللي هو بالفلفل الحار في الكبه، ما خليتوش يقرب ابدا للحمه النيه بتاعه الفراخ. توابلنا كانت ايه؟ كانت بسيطه، ملح وفلفل، شويه من الكبيبه الصيني، شويه من الحبهان المطحون، وشويه من القرفه المطحونه. كل ده كده مع بعض. وممكن كمان نضيف مكعب مرق حلو جدا. ميه هنحطها قد ايه؟ ميه مغليه نص مقدار الرز اللي احنا استخدمناه. يعني انا عايرت كوبايه رز، بعد كده ضفت لها نص كوبايه من الميه المغليه على نار هاديه. هسيبه لما يتشرب خالص، وبعد كده هطفي عليه 7-8 دقايق بالكتير. قبل ما اطفي عليه بحب اضيف له كده رشه من الفلفل الاسود، حتى بعد ما نطفي النار كمان بتفضل ريحه الفلفل الاسود كده ظاهره وجميله، وبتديله تطعيمه حلوه. شايفين شكل الرز وجماله ولا ريحته؟ كانت خطيره. البصلايه النيه اللي احنا ضفناها فلفل حامي بتدي طعم حلو جدا جدا مع الرز كمان. خلاص، ما ينفعش ابدا نحشي اي طيور بحشوه تكون سخنه. جبت كده طبق مفرود، فردت فيه الرز يتهوى. وعقبال ما الرز بتاعنا يتهوى، يلا نعمل فرشة الخضار اللي هتبقى تحت الوراك. بصلايه فركتها كده بايدي بملح وفلفل، وبعد كده كنت مقطعه طماطمايه، قرن فلفل حامي وبارد. كل ده بيدي تطعيمه حلوه جدا جدا مع الخضار والفراخ. جهزت كده بطاطس طرنشات، قطعتها المره دي بالسكينه بتاعه المخلل عشان تدي كده التمويجه دي بتكون حلوه جدا، وبتحمل عليها البهارات والطعم. البهارات اللي احنا هنضيفها مش اكتر من ملح وفلفل وكمون، مش اكتر من كده هنضيفه. ممكن تضيفي رشه من الكزبره الناشفه، بس انا استكفيت بالملح والفلفل والكمون، وكفايه طعم الفراخ اللي هينزل على الخضار.
الرز بتاعنا كان خلاص برد، نبدأ نحشي الوراك زي ما احنا شايفين كده من تحت الجلد. طبعا ولا هنحتاج ان احنا نخلي العظم ولا نورق ولا اي حاجة. خلاص كده انا هفتح الجلد، هحشي من تحته وهقوم شادة الجلد من عليه وبالخلة كده وهقوم قافلة، وده كل الموضوع. ولا هنحتاج ان احنا نشيل العظم ولا نخليه. وعايزه اقول لكم كمان ان الوراك اللي بالعظم طبعا بتكون ارخص بكتير من الوراك اللي احنا بنخليها، بيبقى في فرق كبير في السعر. ده الورك التاني اهو زي ما انتوا شايفين. هجيب كده الرز برضو وببطط بايدي. انا عايزه الرز ما يكونش مكتوم قوي لان لسه هيكمل سواه تحت الجلد، وكمان علشان الجلد ما يتقطعش يبقى شكله مش حلو. بالخله كده وهبدا ان انا اقفل الجلد. وده شكل الورك، شايفين بقى مقلبز وجميل ازاي، جواه الرز بتاعه وتحتيه الخضار وحاجه اخر جمال. هنخلص الكميه بتاعتنا كده كلها زي ما انتوا شايفين. خلاص انا خلصت الكميه بتاعتي. وممكن الرز اللي هو لسه في الحله مش اللي متبقي، احنا ناخد رز حبه بحبه عشان اللي هيتبقى مطرح الفراخ مش هينفع ان احنا نطبخه. هغطي كده بورق فويل ومش هنضيف ميه ولا اي حاجه. هنستكفي بكميه الميه والسوائل اللي هتنزل من الخضار وهتنزل من الفراخ. ساعه على فرن سخن درجة حرارة 200، وبعد كده بكشف عليه تحت الشواية. ما بدهنش الوراك اي حاجة وطلعت باللون الروعة ده. ممكن في اخر 10 دقايق اخد شوية من الصوص اللي نزل في ارضية الصينية وادهن بيها الوراك تحت الشواية، ودي كانت النتيجة. عايزة اقول لكم ان الجلد كان مقرمش كأنه ازاز كده في منتهى الجمال مع رشة الفلفل الاسود. ونفتح كده ونطلع الرز المفلفل والمبهر روعة كأنه لسه ناي ما اتطبخش. كل رزاية سايبة التانية. طعمه حلو جدا جدا. ومعلقة السكر اللي احنا كرملناها فرقت جدا في الطعم واللون زي ما انتوا شايفين. وحبة البطاطس الدايبين دول مفيش احلى ولا اطعم من كده. دي فكرة النهاردة، يا رب تجربوها ويعجبكم. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك. اسيبكم في امان الله، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامة.